السلام عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا صحتكم مزيانه وتكونوا بخير نتوما وليداتكم واي واحد كتبغيو في الدنيا. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو ديريكت للشهوه ديال هذا النهار. شهوه صيفيه بامتياز كتجي كتحمق بنينه ولذيذه وسير بلاص كتوجد. غادي نوريكم الطريقه ديالي كنصوب بها زعيليكات وتكيتيكات وغادي نوريكم كذلك الطريقه باش غادي تصوبوا لا داند. يمكن لكم ديروا لا داند، يمكن لكم ديروا كذلك صدر ديال الدجاج، انتم احرار. كتجي واحد الاكله صيفيه بامتياز، بنينه بنينه، وليداتكم لا ذاقوها يبقاو دائما يصدعوكم ديروها لنا ديروها لنا. نمشيو للكوزينه. وهذه هي الغديوه ديالي. غادي نوريكم الطريقه ديال لي فريت كي كنصوبهم. كيجيو تيحمقوا كيف ما كتشوفوا، فكيجيو مقرملين، ما كيجيوش لاويين. بعض المرات كنصادفوا بطاطا كتجي صراحه داك الفخيط ديالها كيجي حالته. هاد الصدر ديال الدجاج كيحمق، جا بنين بنين بزاف. يلا بسم الله على بركه الله، نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نديروها، عندي هنايا بالنسبه للمقادير عندي نص كيلو ديال الصدر ديال الديك الرومي ديال لادان. يعني بغيتو ديروا حتى صدر ديال الدجاج نتوما حرين، يعني كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما غسلته مزيان مزيان، فغسلته وصفيته قطعته هكا بحال على شكل البروشيت. عندي هنايا معلقه ديال الموطارد، عندي معلقه ديال الثومه بودره صغيره، ونص معلقه ديال الابزار. عندي صوص صوجا، شويه ديال الملحه، ونص حامضه، ومعلقه صغيره ديال الزيت الزيتون. هادو هما المقادير فقط لا غير. غادي ناخذ هنايا صدر ديال الدجاج ديالي ولا صدر ديال لاداند، وغادي نضيف له هاد التوابل. هنايا درت له المعلقه ديال لا موطارد، عندي هنا معلقه صغيره تكون عامره يعني مقببه، وغادي ندير شويه ديال الابزار والثومه بودره، وغادي نخلطهم. وهنا عندي صوص الصوجا، شويه ديال الملحه، ونص حامضه هنا غادي نعصرو عليها. وغادي نخلي هاد منين غادي نخلط هاد التوابل، فغادي نخلي الصدر ديال لاداند او الصدر ديال ديك الرومي نخليه يتشرب هاد التتبيله تقريبا هنايا واحد 20 دقيقه. وكل ما خليته فكيجي لذيذ وكيجي شارب داك التتبيله. غادي ندوز هنايا باش غادي نقي البطاطا باش غادي ندير لي فريت. ناخذ هاد البطاطا اللي كتكون حمراء هكا وكتكون قاصحه، هي اللي كتجي زوينه في لي فريت. يعني حتى البطاطا كتلعب دور كبير بزاف فاش كنجيو نقليو لي فريت، ما كيجيوش لاويين. هنايا نقيتهم وغسلتهم وخليتهم هنا يقطروا، وغادي نضيف لهم المكون السحري اللي كيجيب لي فريت، كيجيبهم كيتقرمشوا، وهو المايزينا. صافي دابا هنا غادي نضيف لهم تقريبا، انا عندي هنايا واحد نص كيلو ديال البطاطا. غادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال النشا، وغنكون دايره الزيت كتسخن مزيان مزيان. وهنا ملي غادي ندير لهم النشا، فغادي نحاول نفضها باش غادي نخلي غير داك النشا اللي كتكون لاصقه في البطاطا. المهم داك الفائض كنحيدوه. عندي هنايا دنجال تقريبا 6 كيلو ديال الدنجال، فشويته هو والمزيودات. وهنايا نقيته، حاولوا ما امكن انكم ما تغسلوهش باش كيبقى محافظ على داك اللذه ديالو. انا غير نقيته وزولت داك الكحوله. وغادي ندوز دابا اللادان ديالي، فهدرت له هنايا حبه ديال البيض وكنخلطو هكا. وغادي المهم انا كندير كلشي في دقه واحده، يعني غادي نصوب لادان وغادي نصوب تشرميله ديال زعلوك، وغنقلي لي فريت يعني في دقه واحده. بالنسبه للترميله ديال زعلوك فانا درت هنايا مطيشه، يعني حكيت 2 مطيشات، درت لها شويه القزبور، الثومه، حبه ديال رويس صغيور ديال الثومه او دريس ديال الثومه، وشويه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال الكمون ومليحه، وزويته بلديه على قلت الله اكبر.
وصافي غنخليهم هكا كيتشحروا. صافي دابا هنايا غادي نبقى نهز هاد الطريفات ديال الدجاج وغادي نديرهم هكا في الطحين. اي طحين عندكم، المهم هذا الدقيق الابيض نبقى نخلطهم هكا، المهم حتى كنلبسهم كاملين بداك الدقيق. وتكون عندي الزيت كتسخن، غنبقى نهزهم ونحطهم شويه بشويه وهما كيتقلوا. حنا كنعرفوا بان القليان ماشي صحي، ولكن ماشي مشكل الانسان مره ياكل هكا هاد الشهيوات، راه كيجي بحال الدجاج كينطاكي، كيجي كيحمق. وهاد الاكله دغيا كتوجد، يعني واحد الاكله صيفيه هكا في الصيف مثلا نبغيوش ناكلوا داك المرقه وداك الطواجن كيجيو ثقالين، هاد الشهيوات هكا اللي تيكونوا سارعين فكيجيو مزيونين. ودابا هنايا غادي نبدا نقطع هاد الدنجال، غادي نبقى ندقدقو هكا بالسكين. يمكن لكم تصوبوه باي طريقه نتوما بغيتو، المهم انا هذه الطريقه ديالي اللي كتجيني سهله. صافي من بعد ما تحمرت لي مطيشه ووقفات، صافي نبقى نضيف هكا الدنجال وداك المزيودات انا ما بغيتش نديرهم، بغيت نخليهم حتى نحط الدنجال في الطبسيل عاد نديرهم لان حارين بزاف، وهذا كاين اللي ما كيبغيش الحار. صافي غادي نستمر هكا. نتوما كتشوفوا هذه الطريقه اللي ناجحه ديال زعلوك باش كيجي واقف، وما خصوش يجي كاع ميه، خصو يجي مزعلك وواقف هكا في الزويته ديالو باش كيكون ناجح. صافي دابا هنا قليت داك الكميه ديالي كامله، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه جات كتحمق بزاف هاد الطريقه ديال اللبان، كتجي سريعه وبنينه واللي داقها كتعجبو. صراحه الوصفه ديال هذا النهار كانت سريعه وبنينه ولذيذه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم البنات. شوفي كي كتجي مقرمشه، بسم الله، شي حاجه طوب ديال طوب. مين جربوها ردوا عليا. سلامه.